وإذا كان واحد يعني بتاع إنجيل وقابلته حاجة كده في السكة، تبص لا يحود الإنجيل عشان تخدم غرضه اللي جوه، يفسر الإنجيل على مزاجه ويحول المعنى عشان يرضي ضميره. طبعا غلط. أنا بقول لك خلي الإنجيل هو اللي يقودك ويرشدك في التصرفات اليومية عشان تبقى حياتك حسب الإنجيل، حياة إنجيلية. يعني مثلا في رسالة كورنثوس الأولى القديس بولس الرسول حط ضوابط للسلوك. قال إيه؟ قال كل الأشياء تحل لي، أنا مسيحي. يعني إذا كان أكل أو شرب أو بتاع أو حاجات من دي بضمير المسيحي، ده المسيحي واخد حرية، فيقول كل الأشياء تحل لي. قالها 3 مرات، كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء تبني. قال حاجات كتيرة حلال كويسة، بس في حاجات منها ما بتبنينيش في المسيح يسوع، فما تنفعنيش. كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء توافق، في حاجات ما تناسبنيش، بس ده حلال. يقول حلال، لكن ايه؟ ما توافقش السلوك المسيحي الجميل. كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. حاجة حلال كويسة لكن ابتدت تبقى عادة عندي واتسلطت على إرادتي، لا ما تلزمنيش. عشان كده بقول لك في ضوابط للسلوك، في ضوابط للسلوك، في تمييز للأفكار، في تمييز للأفعال. يقول الإنجيل امتنعوا عن كل شبه شر، مش امتنعوا عن الشر، في حاجات شكل الشر قال ما تنفعناش. عشان كده بقول لك حياة الآباء القديسين والشهداء كانت حياة إنجيلية بالدرجة الأولى. أحبوا أعداءكم حبوهم فعلا. طب دي أصعب وصية في الإنجيل، أحبوا أعداءكم، ما تكرهوهمش. طب هل ممكن الإنسان يتحكم في عواطفه؟ لما يتقدس يقدر يتحكم في عواطفه. ما تكرهوهمش. أثبتوا فعلا أنهم مشوا ورا المسيح. أنت مش فاكر الصليب؟ أول صلوة صلاها المسيح للآب للذين وضعوا أيديهم عليه وسمروا إيديه ورجليه بالمسامير. قال يا رب ما تحسبش عليهم خطية لأنهم مش عارفين بيعملوا إيه. التمس ليهم العذر. طبعا الحياة اللي حسب الإنجيل جميلة، مش محتاجة وعظ. أي واحد يسلك بحسب الإنجيل يبقى بيكرز باسم المسيح وإنجيل المسيح ووصايا المسيح بالعمل مش بالكلام. دي الشهادة المطلوبة مننا، إن احنا نشهد للمسيح ووصاياه وإنجيله بالسلوك. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. اسأل نفسك في كل معاملة من المعاملات، في أي ظرف من الظروف، ده ينفع مع الإنجيل ولا لا؟ التصرف اللي أنا بتصرفه ده يليق بالإنجيل، ماشي مع الوصية ولا لا؟ إذا كان حاجة ما تنفعش إنها تكون إنجيلية تعملها ليه؟ لو دخل الإنجيل إلى أعماق نفس الإنسان يضبط سلوكه في كل حاجة. أنا مش بقول لك في الوصايا اللي فيها المنع، مثلا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، مش دي.
ده يضبط الوصايا في الإيجابيات. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية. لما يكون قدامي النعمة، حطت قدامي فرصة كويسة إن أنا أعمل الخير وما أعملوش، تبقى خطية. عشان كده بقول لك الإنجيل ممكن يضبط الحياة. ممكن الإنجيل لما يعيش في الإنسان يخليه يعيش الحياة السماوية، فوق، يرتفع. الإنجيل يرفعه فوق مستويات الناس، فوق مفهوم الناس، فوق العرف اللي جاري بوسط الناس. يقول لك في الناس ايه القانون اللي ماشي؟ القانون الطبيعي. القانون الطبيعي، واحد شتمك تشتمه، واحد اهانك تهينه، واحد اعتدى عليك يعني كويس قوي انك تقاطعه. ده قانون طبيعي. يعني زي ما مكتوب في الأسفار في العهد القديم، سن بسن، عين بعين، رد برد. واحد ضرب التاني قلع عينه، يمسكوه يقلعوا له عينه. الشريعة كده مضبوطة قوي على الطبيعة. لكن الإنجيل يرفعك فوق الطبيعة. لما تبارك اللي يلعنك تبقى ما انتش في نفس المستوى. اللي بيلعن في مستوى واللي بيبارك في مستوى تاني مختلف. الآباء القديسين الشهداء عاشوا هذه الحياة بأعلى مستوى عاشوا فيه المسيحيين. ليه؟ لأن الشهداء معتبرين الأطفال الأولانية في القديسين. قديسين كتير، الكنيسة مليانة قديسين. الشهداء في الطب فوق، مكرمين جدا جدا، ومكانهم في السماء تحت. قال رأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع. قال شفتهم فين؟ قال تحت المذبح. أقدس مكان في السماء في أرواح الشهداء، لأنهم أكملوا الشهادة للمسيح بالعمل وبالدم. وأقول الواحد يرجع لنفسه ويقول فين السلوك بتاعي؟ فين فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح؟ لربنا المجد ده.